يوم في حياتي كطالب تمريض وصانع محتوى. صحيت الساعة 6 وللأسف ملحقتش أصلي الفجر يا جماعة في الجامع. قرأت ورد القرآن وقرأت شوية كتاب جامد الصراحة. خلصت كام حاجة كانت عليا ونزلت أجيب كام حاجة، مش عارف مين اللي ينزل في الساعة دي. جيت وصليت الصبح وطبعا جه الوقت علشان نروح المستشفى طبعا، وأهم حاجة القلم، يعني طبعا كل شيفت بتقوم خناقة علشان نشوف مين اللي معاه أقلام ويلا بينا على المستشفى. والشتا كان قايم بدور الصراحة. ووصلت المستشفى اللي بقالي شهر وعشرة أيام منزلتهاش بسبب فترة الامتحانات، وضيعت عليها فرصة إني أشتغل فيها، بس يلا الحمد لله ويا رب الشفت يعدي على خير. وطبعا أنا ممرض طوارئ، يعني حرفيا قسم استغفر الله العظيم، أنت بتستقبل أي حالة بتجيلك قبل ما تحولها على أي اسم تاني. صليت الظهر وصليت العصر الحمد لله، الشفت عدى على خير ويلا بينا على البيت. مستشفى وجع دماغي، مفيش حاجة أحسن من البيت. وننزل نفك بقى شوية ونديها تمرينات فوانا كده بدل البهدلة اللي احنا كنا عشان طول النهار دي. مش عارف ايه الساعة دي، الواحد كان حرفيا متلج. واستنونا في فلوج جديد.